سلام عليكم. أنا أستاذ نور متي نوح شكوري، مواليد 1987 من نينوى قضاء الحمدانية، خريج كلية التربية قسم رياضيات سنة 2011. أعمل حاليا كمدرس رياضيات من 11 سنة خبرة، وأيضا مؤسس لنادي الطفل الموهوب كمدرب للذكاء الاصطناعي، وأيضا مدرب دولي معتمد للسوربان والرياضيات الذهنية. طبعا شاركت بعدة دورات وعالمية ومحلية، طبعا كانت قسم منها كانت مجانية وقسم الثاني كانت مدفوعة، أهلتني وطورتني حتى أوصل لهذا المستوى. طبعا كل مشروع اكيد كانت عن طريق فكره، وفكره هذا المشروع شويه خلينا غريبه يعني. بسنه 2020 جائحه كورونا، بإلوا لدوره عن طريق احدى المنظمات، كانت دوره عن طريق الاونلاين طبعا، لان كانت كل شيء حظر تجوال، والدوره كانت عن الانجليزي وايضا مهارات الحاسوب وبرمجه المواقع الالكترونيه. دخلت على هاي الدوره، كان هدف الدورة أنه شلون أو نتعلم نشتغل على برنامج باوربوينت. طلبوا من عندنا من كل طالب أنه لازم نسوي برنامج أو خلينا نقول مشروع تخرج نشتغل على باوربوينت. ففكرتي أنا كانت أنه شلون نعلم البرمجة للأطفال عن طريق شلون أسوي برزنتيشن عن طريق الباوربوينت. رفعنا مشاريعنا طبعا، وانقبلت عن طريق لجنة التحكيم، ونعجبوا بالفكرة البرمجة للأطفال. ظلت فكرة ببالي، ورا ما انتهت الدورة وتخرجنا قلت لازم هاي الفكرة أحولها إلى أرض الواقع. طبعا ليك جيلن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الانترنت، يوتيوب، انه يعني لازم كل جوانب أو تفاصيل موضوع البرمجة للأطفال. أكيد موضوع ليه سهل بالبداية كفكرة أخذتها ديال البغديدة. بدي لك قارن ودرزن على الموضوع أكثر وأكثر، ودورات مستمرة، دورات مكثفة، إلى أن نطيل الحد أنه بشتري كم جيد من المعلومات أنه ممكن نقدم لي هذه دورات لأطفال. فبدايتي أول شيء لقيت ليه موجود هذا مركز متجه لي لدار ماربولس، أنه كبداية هذا فكرة أخذتها أكيد محتاج نوع من المجازفة. هل بدخل دورات كمركز أم متجه إلى ماربولس؟ متجه لدار ماربولس، أكيد لم قصره منن، مشكورين كلها. ولي أول دورة حصل لي إقبال بسيط، يعني بحدود 30-35 طالب. قم دربخ على البرمجة كأساسيات، لكن الموضوع ثابت صعوبات حيل رابة. أولاً أجهزة تكلفته، ثانياً لغة إنجليزية أغلبية ضعيف بقاع، ثالثاً أهل لك تشمني عن البرمجة. فالطالب اللي مواجه 3 تحديات: هل يالب لغة، لو يالب مستخدم كمبيوتر، لو أصلاً بادل يالب برمجة. لكن مع الوقت قسم طلاب مؤهل المستويات أعلى أكيد، يعني المتميزين منها، وبدينا كم طورخ وكم شغلة المشاريع دته. ما شاء الله ثوان تقريباً بال10 طلاب مبدعها عن طريق مشاريع التخرج دوثه، وأيضاً وذوالا معرض خاص بمشاريع الطلاب بدار ماربولس. هذه كبداية فكرة داخل ماربولس. بشهر العاشر 2021 بتخلى مسابقة العالمية كوديفار شماح، طبعاً مسابقة أونلاين إلى حصلها بهند، مسابقة عالمية بشركة كل دول العالم بقاح من عمر 8 سنوات ل 17 سنة. أيضاً ظل مقدم لي خرتقها دار ماربولس إنه دورة مجانية 3 مستويات، وجذب أكبر عدد من ممكن طلاب من بغديدة، ومشارك المشاريع دته ورفع عقل المسابقة. جمعنا الطلاب بحدود 45 طالب، دورة مجانية طبعا بالكامل. بدينا كم شغلة الطلاب على المستويات بالتدريج، إلى أن
شهر 12 دثيل من نفس السنة، يعني أسوأ سنة يابا 2021، إنه مرض بابي ودمثله حاسيله، اسمخ له كلها مشاريع، اسمخ له كلها أفكار، كلها طموحات وأحلام، كلها برخة. لكن مع ذلك يعني بيشتغل فكرة ببالي إنه لازم دا نحرز من الظروف كلها، اللي وخني بعدي يعني تيوب تعزي يا أخوة، ومشروع دشتلم شغل لح ومصارنح خلال يعني أسرع وقت وبأبسط الإمكانيات، إنه مشروع لازم دم قادم، حلمي اللي لازم دم حقق رغم الظروف كلها. المهم سوي رام مشروع بشكل سريع ومبسط وبدائي جدا يعني، وارفع له مشروع. نسبة الفوز أكيد 0%، لأنه مشروع جدا بدائي مقارنة بمشاريع مقدمة من أنحاء العالم. بعد شهر من الوقت مثل لي اتصال من الهند طبعا، الشركة المنظمة، انه مشروع الستيلا كسب له المركز الثاني. يعني عادي لقمة انه أهمية كون الظروف بوقتها يعني حيل صعبة. ليش قال لي أهمية؟ اوكي كسب له نويل انجاز الموضوع، فت للح موضوع. بهذا الفترة مفكري انه يعني مشروع دكسب له ستيلا ومقارنة المشاريع دكسبها، بس تريت لنا معراخ كسيبه، هذا خمني انجازي طبعا. ومقارني همينا ناحية العالم آلاف المشاريع من شركة طلاب من حول العالم، وإنه مشروع أنت المركز الثاني أكيد هذا إنجاز ليه القصة دا عراق. قمنا بشغلا المناشدة رئيس الوزراء عن طريق الإعلاميين أكيد مشكورين، وقوة مواقع التواصل الاجتماعي أيضا قمنا استغلنا بشكل جيد، إلى أن طيلة مناشدة دولة رئيس الوزراء بأنه كيخويد إنجاز ورفيع شمد عراق عالي. واثر تريماثة ثليلي اتصال ساعة 12:30 بالليل يمكن من رقم خاص، الو ايت باب دستليت ماني نعم ميرخني من مكتب رئيس الوزراء ثليخ موافقة دوت مقابلة من رئيس الوزراء نفسه. طبعا لمهي مني شو لي خا نكتيل او خا مقلبي البقاي. المهم انا من حمدانيين لكن زي البغداد ولا كذا هيك منطقة الخضراء ولا لكن شو مني مير على كل نطور اتصال منن وتيخلق تفاصيل بالكامل. باخر وقت تلي اتصال من عمليات نينوى آية استاذ نوريت ماني نعم مير نطور بشدر خلق سيارة وإن شاء الله بدأت شقلالك من بغداد مبلغ بغداد. اوكي نطير ثلينا سيارة ثاني يوم شقلال من بغداد إلى بغداد كأنما وفد ياخ أزول. والحمد لله مقبلا مكتب رئيس الوزراء ومدح له يعني مشاريع وفكرة كأساس إنه فكرة غريبة جدا إلى بعراق يمكن اللي موجود خمر كثيفة بس ببغداد وإحنا الوحيدين ديخ موجودين بمنطقة كولة كنينوى. ومن ذا لحظة تواصل اجتماعي وضجة إعلامية تحصل ومقابلات على يعني حصل لي نوع من شهرة بفترة دستيلا خاصة ودا شمد مركز همنا ولا مركز ليه موجود بعد بوقت بس يعني بدي له فكرة قوية. ومن دا نقطة تحول يا انه محول لي من دار ماربولوس الى نادي الطفل الموهوب بشلي كمشروع مستقل بواحد باعتبار بشلي له اسم بالمنطقة مو بس كبغداد انما على محافظة نينوى والعراق بالكامل اكيد. ومن دا لحظة بدينا نقد مستقطبخ اطفال اغلب الاعمار يعني من 8 سنوات ل 18 وبدينا قم دربخ البرامج ديتلن دي نفسها ديك مطبقة خالم قامي سنة. نشوف السحر. هسه راح نشغل المشروع.
شغلنا المشروع عن طريق الكاميرا، وأني مدربة عن هاي حركات الأصابع مسبقا. تعالوا نبدي بأول حركة، واليد تتحرك حسب الأصابع. لكن موضوع الاسمخ لوقان ده اكيد بدي لكم طور المشروع اللي هو فكره ببالي اعتقد اللي هي حساب الذهني. من زمان تجينا بطرة فكره، ولكن لثوا اي مصدر بعراق، بس مجرد يعني اغلب الدول يمكن يابانيا او الصين انه مشهورين بهذا البرنامج كذا. حول لي قدر الامكان ما ثينح المركز زيدي، ولكن لغزي لي مصادر الى ان في الدور الاكيد التواصل الاجتماعي، انه اغزي لي دوره اعداد مدرب حساب ذهني، مدرب دولي معتمد. اكيد بدون اي تردد يقول لي الدوره، شقل لي دوره او شهاده مدرب معتمد. وايضا متفق لي من المالك اللي هي طبعا منظمه بريطانيه له عن طريق مركز دت مصر، وبعدين كاثه عراق. ودنا نوع من العقد بيناتنا، بدي يقوم جاهزي لي بكتب وشهادات ده طلاب، وايضا شهادات ده اخذها لي كمدرب، ومو اللي منهج النادي للطفل الموهوب. واكيد حصل لي اقبال له بعد اكثر من البرمجه، لانه يبن دمخ تكاليفه اقل لنا، مصاريفه بالنسبه للاهل اقل، لا محتاج لغه، بس محتاج مجرد انه طفله دياد قارو كاثو رياضيات لا اكثر. وحصل لي اقبال بيلك زايد سنه عن سنه، والحمد لله مطيله مستويات. وبدينا كمشركه خمينا مسابقات بالحساب الذهني. مثلا قامي سنه مسابقه بالموصل، مشارك لهم قاع بحدود 15 طالب. اول مسابقه ياكم شركه خارج بغداد، لم حصل لنا اي مركز، ولكن رجعنا ثاني سنه ايضا نفس المسابقه على مستوى العراقيه طبعا، مشارك لهم قاع بسليمانيه، هم ايضا بحدود 14 طالب اثوالا. الحمد لله محقق لنا مركز البطل ومركز الاول وايضا مركز الثاني. وكنا دائما في استمرار مسابقات سنه عن سنه ياخذ شركه هم كبرامج الذكاء الاصطناعي، وايضا برامج الحساب الذهني. نفس الحاله بالنسبه لستيلا، ايضا رجع لهم شريك للثاني سنه بنفس المسابقه، وهمنا محقق له مركز جيد على مستوى العالم. اي سنه ايضا مشارك لن، لكن متاهل لن من ضمن ال 16 مشروع من ضمن العراق، ولكن لقم ما يبندسخ النهائيات لانه ثم مشاريع اقوى، واكيد القادم افضل له. طبعا بالنسبه لستيلا اكيد كل دوره قائمة هذيك مطابقنا على ارض الواقع، انا كمطبقن على الستيلا يعني بغدا مخ اهي مجربين ولا كل دورات تخازن من مدى تقبل الطفله لهذه مواضيع، وايد ثواله تقبل بالموضوع. كما جبيلاني امور البرمجيات ودي لكم طور روخه حمينا، وانا اكيد كمتابع نوالا. والى عندهم شرك وانا ضمن مشروع اللي هو شجره ذكيه وشماح، مشروع جدا بسيط، انه حساس يدارخ بالتربه، في حال تربه محتاج لي مايه ايكي وامر دا ما طورد مايه انه مشتيله بدون تدخل البشر. وايضا كم طور اخوه طبعا مشروع موجود المتوفر على الانترنت، اخني مضيف لنا اضافه بسيطه له حتى تبيش مميز عن البقيه، انه في حال حصل له مشكله داخل المشروع او سيستم بالكامل لم شغله، كاتين اتصال تليفون انه مشروعي بمشكله عن طريق تليجرام وانترنت طبعا. وهذه فكره المميزه كم اهلال ده مشروع للفوز بالمركز الثاني. طبعا اكيد لك مكتفخ باني دورات دتلن حاليا انه حساب ذهني وبرمجه حسب طلب الاهالي. طبعا كل ما يطلب منا دوره لغه الانجليزيه ان شاء الله باي سنه موسم 2024 لغه انجليزيه بتبقى من ضمن المنهاج جديدا. وايضا كيحكم طورة خمينا مشروع اخر اللي هو تصميم ثلاثي الابعاد، وان شاء الله مجهزه بطابعه ثلاثيه الابعاد حول افكار المشاريع الطلاب من الرسمه الى مشروع ثلاثي الابعاد، يعني 3D printing، مو طباعه على الورق، لا جسم مجسم بالكامل. وايضا حسب ما يتطلب على دورات البرمجه والذكاء الاصطناعي كيحكم حولخ انه كلها برامج جديده دم حولخ اونلاين حتى ما تخل كل محافظات العراق لباش موضوع محصور فقط ببغداد وطلاب ديدح بقدر ابتخ بنينوى وبغداد وكل محافظات، لانه يتطلب حيل الموضوع البرمجه. فاكيد ان شاء الله دابر ابتخ عن قريب كورس دابت كامل برفع اخر الانترنت، وبالتالي متاح لكل طلاب من جميع انحاء العراق. بالنسبه لبرنامج البرمجه والذكاء الاصطناعي
إيث إقبال لح، ولكن إيبه تداعيات أو خدمة صعوبات حيل إيبه مواجهة الطفل. يعني الطفل لك بالت النتيجة بالأخير قيل لأنه تغميرا بالبداية إيث تحديات خاصة من ناحية أهل. أخني قم دربخ طفل، لكن طفل الخوذح ليه بداوث مشروع تخرج، لازم الأهل تاهم متعاونين منن حتى دائما ما تبغض نتيجة بنهاية الكورس. وأكيد بدون تعاون الأهل طفلك بالت بدون أي نتيجة. خاصة برمجة للمندي سهل، محتاجة تفكير منطقي نفكر بقاح طفلة دماطة دي مشكلة، لأن أخني دائما طرح خلح مشاكل موجود بالأرض الواقع كمن ناحية البيئة، صحة، بنى تحتية أو الأتمتة أو السيارات ذاتية القيادة، طرح أخلي مشكلة والطفلة هل حل عن طريقة برمجة. فأخي محتاج طفلة خناوة تايت النوع من الذكاء، يعني لا أي طفلة بالت النتيجة. أما بالنسبة للبرنامج الحساب الذهني يبي فائدة حيل رفثة من ناحية الرياضيات بالمدرسة. أغلب الطلاب التخوف من الرياضيات، ودائما بايش هذا خوف صغير بلبح إنه هل دكم خارج أنا قزد من الرياضيات ولقنا شحم قاح. عن طريق دورة حساب الذهني كسر هذا حاجز الخوف بالنسبة للطالب، بحيث الرياضيات بايش خمندي ممتع بالنسبة له، وبدون ورقة وقلم، بدون آلة حاسبة، بدون صباثح، ممكن تيولن أعقد العمليات بأسرع وقت وبدقة عالية جدا. فهذا خوف ديدح يعني عكس اللي حم مدرسة وشاوق لخمندي يعني واثق من نفسه من ناحية الرياضيات. فملاحظة دائما طلاب بيشق دورات حساب ذهني ثاني سنة مدرسة مستودت بالرياضات مختلف تماما. طبعا هذا حكي عن طريق نشوات اللي ثليلة عن طريقي وهي عن طريق مدرسين دق مقرئ طلاب قم لاحظ بأن فلان طالب يعني مميز عن البقية قيل إنه كيشقي دورة حساب ذهني. طبعا بالنسبة للبغداد وكعراق اتلنا أطفال ما شاء الله قدرات عقلية جدا عالية، بس مشكلة ميلة إنه لخل المكتشفاني قيل لتلن أنا برامج كم أهلي طلاب المتميزين أو موهوبين. يعني مثلا داخل أبسط شيء المدارس لتلن أنا مختبرات لا كحاسوب لا كمختبرات علمية، فباي حالة ضغط مكتشف إن أنا موهوب الطفل في حالته مفرح أصلا البنى التحتية أو الأساسيات إن المطلوبة مكتشف موهبة الطفل. فهذا نوع من البرامج رأسا بارز الجبن الطفل ذات الإمكانيات مختلف عن البقية. فيا ريت إنه هذا مواضيع يعني دائما تايت له دعم على مود ما أكبر عدد ممكن للأطفال، لأن بدون ما ديال الطفل كدورة إنه لا يبان مكتشف هذا الطفل الموهبة أو لا، من مكتشف الموهبة تلقائيا قام كمطور مروخح، وممكن قايم مبدع مجالات يعني بيشربوا مع عمره قيل إنه أصلا هو خلفية مثلا معينة عن طريق متابعة أهل أو أصلا هو ذكي له أو موهوب له بالفطرة. طبعا أكيد كل مشروع أو بالنسبة لنا أو بالنسبة لنشوات أكيد دائما كانت تحديات. بالنسبة للتحديات دي مواجهة الطفلة إذا أطفال كاثية كمسجلي، ولكن يعني أبسط شيء لت اللابتوب ببيتها، فبهي الطريقة أخني يعني ليه مول بخل لأنه لت الإمكانيات تزاون لابتوب، فهذا أبسط شيء. ثاني شيء لن تكلفة المواد دكزون أخي يعني روبوتات دي قسم منك بعض دورات له، لكن تكلفتها جدا عالية $700-800 سعر الروبوت، فاني ليه ما موفر أخذ. وأيضا لنا متوفر بالعراق همينا، فمواجه صعوبات من ناحية تكلفة الأجهزة. طفلك بداية أول مشروع كم كالف له $300-400 ممكن نشوى ثلاثة موفري هذا مبالغ طفلة دتها أو الإمكانية العقلية، ولكن إمكانية المادية كسمخ عائق قامح. نصيحة بالنسبة لنشوات دقمات الطلاب الجيبان أو كنفكر إنه مستقبل ماثي أطفال جيبان. طبعا ده مثلا داثيلا دوري ب10 طلاب قي فلان طالب مميز عن الطالب الفلاني، لت دمخ أنا قدرات عقلية أعلى من الثاني، لا إنما عادة النشوات متبعي له أكثر من الثاني. فدائما نصح النشوات إنه متبعي إليه وتخازي موهبته أكيله بأي مجال، دائما شارك له مختلف البرامج مو بس آخر ديال بإنجليزي ديال بموسيقى ديال بعزف، ممكن إلا خاص موهبته إنه برز له بمجال معين. فدائما تاوت متابعين جيدين كأطفال تدخل. أما بالنسبة كشباب يعني أنا أدري كرياضياتين مجال دي حاليا بتخلي هذا مشروع بقاح لا له علاقة بالرياضيات نهائيا، لكن طموح وشغف دائما هو قايد لنا بالأخير إلى إنجاز وتحقيق الأهداف ضد كمخ. يعني خلال مستغل فترة كورونا خلال سنة زمان أنا اللي عشرات وعشرات الدورات، أنا عشرات الدورات كم أهلي لي إنه بشتري كم معلومات جدا كافية إنه تباثقنا هذا مشروع، بدل ما أنا 24 ساعة كنت قاضي وقتي غازينو أو غضارة أو لكن أي مجالات مضيع وقت، لا أنا ما استغني بخمندي
مفيد، وممكن أنا أيضا مبدعا بفلان مجال بعيد كل البعد عن اختصاصي، مهما هاك أو اختصاص دي خريص بقاوح بكليات أو مجال دين دريسة أنا. وأيضا هم لازم نصيحة أخرى، نستغل دائما التكنولوجيا بشلالا، مهما هاو نوع شولن، تجارة، صناعة، طبيب، ما نبي هاون أو التكنولوجيا، واستغل قوة التواصل الاجتماعي على مود منتشرة الأوسع مجال. ممكن خاصة نرغب بنطور التواصل الاجتماعي بشحال مشولة، أو ممكن طريق التواصل الاجتماعي بدل ما أدت لي 10 زباين داخل بغداد ما ثيري مئات الزباين عن طريق الأونلاين. وكذا خازق دائما كل مشاريع حاليا بالوقت الحالي بدون انترنت وبدون تواصل اجتماعي، دا حاليا نضيف لها ذكاء اصطناعي، مشاريع كنا كفشلي، فمحولخ انه مستغلخ التكنولوجيا احسن استغلال ومولخ جميع مجال شلال ديك مشغلخ بالوقت الحالي.